السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير في أحسن الأحوال يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. نرحب بالمشاركات الجدد اللي انضموا لقناتي ونقول لكم مرحبا بكم. شرفتوا القناة. ما تنساوش تفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد، وديروا لي جيم لا فيديو هكذا باش تطلع لي لا فيديو يشوفوها اكبر عدد من المشتركين. اليوم جبت لكم محبوب الجماهير، ما كاش اللي ما يحبش الطبق يروحوا ياكلوه برا بمبالغ يعني باهظه. تقدري ديريه بمكونات بسيطه غير في الدار وراح يلحسوا الطباسه. انا وليدي وراجلي يعني كلاوه وقالوا لي واللي ديريه لنا دائما، يعني طبق بزاف بنين يعني وبسيط بمكونات جد بسيطه. المهم خياتي، نصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو الوصفه ديالنا. كما قلت لكم هنايا عندي حبيبات بطاطا قطعتهم هكذايا باش نقليهم كما راكم تشوفوا. درت لهم انا شويه فلفل عكري وشويه فلفل ابيض، شويه كركم وشويه توم بودره كما راكم تشوفوا هنايا. ودرت هنايا شويه ملح هكذايا. درت هنا ملعقه فارينه وخلطت يعني هادوك لي زيبيس والفارينه مع البطاطا هكذايا بيديا حتى يدخلوا لي زيبيس كامل في البطاطا. بهذه الطريقه راح تجيكم البطاطا بزاف بنينه وراح تعطيكم تاني لون شباب. كيما راكم تشوفوا نروح نوجد الزيت تاعي نسخنها ونروح نقلي البطاطا ديالي. شوفوا لي هنا حطيتها في المقله تتقلى كما راكم تشوفوا، ونروح نوجد يعني الصدر تاعي تاع الدجاج. هنا عندي نصف صدر دجاج. هنا انا كان يعني جبته روطار شويه من الكونجيلاتور. المهم خياتي نقطعوا هكا يعني دي كارو شويه كبار كيما راكم تشوفوا هنايا. نكمل كامل الكميه تاع الصدر تاعي تاع الدجاج. هنايا نحيت له هذيك العظمه وكملت قطعته كما راكم تشوفوا هنايا. دار لي كميه لا باس بها يعني تاع الدجاج. هاد الطبق يجي بزاف بنين، على بالي لو كان تجربوه راح يولي لكم ادمان يعني بالطبع والشان، وراهم يعني يروحوا ياكلوه برا بمبالغ جد باهظه كما قلت لكم. هنايا ندير التوابل تاعي. درت كيري تاع الدجاج ودرت تاني شويه زنجبيل، شويه فلفل عكري حلو، واللي يحب يدير الحار يدير الحار. درت شويه زنجبيل عفوا شويه فلفل ابيض، زنجبيل درته هو الاول، ودرت شويه توم بودره كيما راكم تشوفوا هكذا. ودرت شويه راس الحانوت ومزجت هكذا المكونات غير بيدي كما راكم تشوفوا. نزيد ندير شويه زيت الزيتون هكذايا، شويه زيت زيتون ولا موتغد مغرف صغيره لا موتغد. اذا كان ما عندك يعني ما تقدري تستغني عليها. ونروح ندير شويه زيت هكذايا ونطيب الصدر تاعي تاع الدجاج اللي كنت خليته يعني شويه واحد نص ساعه حتى دخلوا التوابل هذوك مليح وديكونجلا الدجاج ديالي كما راكم تشوفوا هنايا. نخليه يعني ياخذ لي تحميره مليحه. نجيب هنايا زوج سنات ولا 3 هكا توم ونربيهم من الفوق كما راكم تشوفوا هنايا. ونحركه شويه ونخليه يطيب. انايا زدت شويه ملح
كنت نسيته في الأول ما درتوش. وديجا الملح كي ديروه مع الاخر خير باسكو يخلي هذاك الدجاج ما يطلق لكمش الماء تاعكم. وهنا شوفوا لي بعد ما طاب كما راكم تشوفوا هنايا نحوه من المقله. وفي هذيك وفي نفس المقله ندير كميه تاع الزيت ونحط هنايا شويه توم كما راكم تشوفوا هنايا. ما تخلوش التوم تاعكم يتحرق. درت خلطته شويه هكذايا وجبت الفارينة ديالي. يعني هنا راح نخدمو صوص بيشاميل بالزيت بلا زبدة. يعني تقدري تخدميها وتجي بزاف بنينة. درت 2 ملاعق زبدة عفوا 2 ملاعق فارينة وحركتها هكا شوية كما راكم تشوفوا. حركتها مليح هكذا ونبدأ ندير في الحليب غير بالعقل كما راكم تشوفوا هنايا. بعد نحرك في الاول درت غير شويه ومن بعد يعني نقعد نزيد في الحليب. هنايا يعني استعملت 2 كيسان حليب كما راكم تشوفوا هنا. مع التحريك يعني نقعدوا نحركوا باش يروحوا كامل هذوك الحبيبات تاع الفارينة وكامل يروحوا كامل. بعد بالتحريك راح يروح يعني تولي ليس كما راكم تشوفوا هنايا. زدت كملت الكاس تاعي تاع الحليب كامل. وهنايا زدت درت الكاس الثاني تاع الحليب ديالي يعني حتى نوصل للقوام اللي راني حباته هكذا. هنا نديرو التوابل. هنا درت شويه كركم باش يعطيك هذاك اللون الشباب الاصفر هذاك. ودرت هنا شويه تاني فلفل ابيض وشويه توم بودره كما راكم تشوفوا هنايا. ونحرك يعني ندخل التوابل هذوك في لاصوص بيشاميل ديالي. هنا شوفوا لي لا كولور اللي مدتها يعني كي درنا داك الكركم ومام كي درنا فيها توم بودره وفلفل الابيض تجي بزاف بنينه. هنا تحبوا ديروا لها الفرماج ديروا لها يعني ما تستحقش كاع الفرماج باسكو حنا رابو فوق الفرماج. هنايا ندير الفريت ديالي اللي كنت قليتها مقبيله معكم ونحط صدر تاع الدجاج اللي كنت تاني طيبته معكم هكذا فوق البطاطا ديالي. يعني الشكل تاعها هكا وراو يشهي. هنايا شوفوا لي هذيك لاصوص بيشاميل يعني كيفاش جات. هايليك جات هايله وجات تاني بنينه. هنايا نفرغ لاصوص بيشاميل تاعي هكا غير شويه شويه من الفوق هكذايا كما راكم تشوفوا. تجي معسله ومتخشخه. يعني هذا الطبق كما راكم تشوفوا هنايا راهم يبيعوه برا. هنا ربيت فوقه شويه فرماج ربي قلت لك راهم يبيعوه برا يديروه في هذوك لي بواط تاع الامبورتي ويبيعوهم يعني 90,000 فيها غير شويه يزيدوا لها شويه شلاضه وكامل ويبيعوهم يعني بمبالغ بزاف غاليه. تقدري تخدمي غير في الدار على بالي لو كان ديريه راح يهبل اولادك ومولا بيتك ويعني العائله ديالك. نروح نديرو هنايا فوق الفرن شويه باش يذوب لي هذاك الفرماج. اسمحوا لي هنا وليدي ما خلانيش كامل نهضر. المهم هنايا بعد ما داب لي شويه هذاك الفرماج كيما راكم تشوفوا هنايا شوفوا لي يعني الطبق كيفاش جا بزاف بنين. انا راجلي ياكل ويشكر يعني عجبو بزاف. هذا قال لي ولي ديريه لنا دائما مام وليدي تاني عجبو وجا طبق يعني في القمه غير في مقله يعني
يعني حاجة خفيفة ظريفة وانتي درتي لهم عشاء ولا غدا متختخ مفرمج وبزاف بنين وراح تفرحيهم به. جا يعني قدما الشكر هذا الطبق قليل عليه، يعني جا هايل. تحبوا تزيدوا ترافقوه بشوية شلاضة ولا وتاكلوه وبصحتكم. شوفوا لي هذاك التفرميد يعني، ويعني جا ولا غير طبق معسل وبنين يعني همة وشان يعني. حتى وتقدري يجوك ضياف في الغفلة تقدري تمتم توجديه وتقدميه لهم، على بالي بلي راح يعجبهم بزاف ويفرحوا بك ويطلبوا منك الوصفة طبعا. المهم خياتي، وان شاء الله يعجبكم لا فيديو اللي درته لكم اليوم. ما تنساوليش جام وابوني لي مازال ما دارتش ابوني، وفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.